بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الخير عليكم أو صباح الخير حسب تشوف الفيديو. يا أغلى متابعين وكل سنة وانتم طيبين، وفي سلسلة أكلات العيد لسه مكملين. النهاردة ما هنعمل مع بعض كده، هنعمل كباب الفريك، وده من الحاجات الأساسية أو الرئيسية عندنا في العيد. وهو كباب الفريك يا جماعة، مش عايزة أقول لكم ده بالنسبة لنا هنا العشق. أي والله العظيم. يعني عملنا الفيديو اللي فات كفتة الرز، والنهارده هنعمل كباب الفريك. بس قبل ما ندخل في اي حاجه كده، لو حضرتك لسه جديده معانا فضلا وليس امرا حط اللايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل فيديوهات جديده بنزلها. ماشي كده. ويلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجه كده معايا كيلو من الفريك. بصوا بقى، بالنسبه للفريك في نوعين اتنين من الفريك. في فريك الذره الابيض العادي خالص، وفي فريك الذره الاصفر. تمام. فانا كنت على طول بستخدم او بجيب الفريك الذره الابيض. وبعدين واحده زميلتي جابت لي كيلو فريك من الذره الاصفر ده، وعملته مره بسم الله ما شاء الله، لقيت الطعم فرق جدا جدا. وعندي ابو احمد قال لي الطعم ده جميل قوي قوي وحلو. فانا من يومها بصراحه بعدها عنت بجيبه على طول. الفريك الاصفر ده، مش عايزه اقول لك الطعم بتاعه بيبقى فيه تسكيره كده وطعم خطير. بيبقى طعم مسكر كده وجميل قوي. طيب انا بجيبه اصلا بشتريه بيبقى متحمص، ولكن لازم اديله التحميصه الجميله دي، بولع النار على الهادي كده واحمصه زي ما انت شايفه بالشكل ده. وبعد ما حمصته بقى طبعا نسفته، بيبقى فيه هبو كده لازم انسفه كويس. وبعد كده هزيته بالمصفى، خدت النعمه بتاعته اللي انا حطيتها على كفته الرز المره اللي فاتت، وركزين معايا. ومعايا برضه هاخد له كيلو الا ربع من اللحمه، عليه 3 كبدات حلوين كده. ومعايا برضه الخضار بتاعنا كالعاده، اللي هو الكزبره على البقدونس على شبت صغير، والبصلتين المتوسطين. طب انت بتعملي ايه يا ام احمد؟ كوبايه ميه حلوه كده، وابداي استقسقي الفريك بتاعك. مش عايزه اقول لك بقى، الحركه دي جميله قوي قوي، بتخلي الفريك بتاعك كده مفرفر، وبتخليه كده بصوا مفتح مش مكتوم. اي والله العظيم. وده قالها لي واحد كنت بروح افرم عنده اللحمه زمان، وبفرم عنده الفريك. قال لي امي الله يرحمها كانت لازم تسقيه بشويه ميه، انا كنت باخد الفريك ناشف بصراحه. قال لي لا كده يا ام احمد، انت اختي عزيزه عليا، فحطي ميه كده وانت هتعرفي الطعم وهتعرفي الفرق. وفعلا لما جيت سقسقته بالميه كده سقسقيه سقسقوه كده شويه كده بالراحه في ميه كده، ما شاء الله فرق فعلا معايا. فانا برضو من ساعتها وانا ايه قلت اعمل كده، وبعمل كده بالفعل. وكمان الكبده بقى، مش عايزه اقول لك كبده الفراخ دي بتودي الكباب بتاعك في حته تانية خالص. بصوا احنا عندك اللحمه يعني هو الكيلو ده كفايه عليه قوي، هو بقى مش كيلو يعني، انا لما هزيته ونسفته بقى يا دوبك كيلو الا ربع. فانا عندي كيلو الا ربع من اللحمه كان كفايه قوي، ولكن الكبده دي بالطعام وبتدي له طعم زي ما قلت لك خطير. صدقيني وجربيها كده ومش هتندمي، وهتدعي لي احلى دعوه. طبعا لميت الدنيا كلها وحطيت حطيت الخضار وكل المكونات على بعضها واديتها لحمودي يا حبيبي. واخدين بالكم؟ حمودي حبيبي بقى اخدها وراح فرماني. على فكره هو كان واخدها، ما راحش مره بالكفته ومره بالكباب، لا اخد الاتنين مع بعض. المهم وعملهم لي وجاب. بس انا حبيت افصل لكم الفيديو ده عن الفيديو ده عشان تبقى كل حاجه كده مختصه بنفسها وما نتوهش مع بعض. ماشي. طبعا انا جبت بقى طبعا الكباب جيب اتفرم. هنتبله برضو بنفس التوابل اللي احنا حطيناها، بس ضفنا عليها ايه؟ معلقه من الشطه. طب التوابل ايه؟ حطينا معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الكمون، معلقه كده من البهارات المشكله، وكمان معلقه كده من الشطه، بتخليه طعمه جميل جدا جدا. ودي بقى حريه اختياريه بالنسبه لك يعني. وطبعا الملح ما تنسوش. وابدأي عجيني قوي. شايفين بقى لما انا استقسقته بقى بالميه، ما شاء الله العجينه بتاعته جميله قوي. إيه، لا بتحتاجي بقى تديله ميه، ولا بتيجي العجينه ناشفه، ولا تفضلي تعجني وكده. ما شاء الله العجينه ما احتاجتش اي حاجه خالص. يلا بقى كده ونجيب الصينيه بتاعنا ونشكل بقى الكباب بتاعنا. شايفين قد ايه بسم الله ما شاء الله العجينه حلوه قوي. والله العظيم ما احتاجت ميه ولا اي حاجه. انا قبل كده عملته معاكم كانت العجينه جايه ناشفه من المكنه، فبدات ايه ادي لها ارشش كده ميه واعجن، ما ارشش ميه واعجن. لا جربي انت بقى الحبه الميه اللي بتحطوهم على الفريك دول قبل ما يروحوا المكنه، واتفرجي بقى وادعي لي. على فكره يا جماعه انا عندي مفرمه والله، عندي مفرمه في الكهرباء وكده، بس انا ببقى اكون مزنوقه في ايام العيد، وانا لوحدي زي ما انتم عارفين ما معيش بنوته. فانا بختصر وقت يعني. بصوا يعني انا بختصر وقت لان بيبقى عندي شغل كتير جدا جدا. فبستسهل ان انا ابعت يتفرموا ويجوا جاهزين كده.
فأنا باستغل الوقت الفرم، لإن طبعًا أنتم عارفين المفرمة بتاخد وقت طويل ووقت كتير، ممكن أقعد كام ساعة، لأ أستغل فيهم أعمل شغلانة تانية، تمام كده؟ وأبدأ بقى شكّلي بقى الكباب بتاعِك الجميل ده. بُصّوا بقى بالنسبة للكباب، الكباب دوّة الصوابع بتاعته ما بتبقاش زي صوابع الكفتة، هي بتبقى كبيرة كده، لإن إحنا لسه هنسلقها ولسه هنحمّرها بالبيض، فلازم تكون كبيرة كده، وبتعملي حساب كمان إنها ممكن تفُك منِّك، فبدل ما تعملي الصباع رفيّع وتفُك منِّك تضيع، لأ هو كده أصلًا. يعني أنا جيت هنا لقيت حماتي الله يرحمها، أنا على فكرة هي اللي كانت بتعمله، أنا عرفت الكباب الفريك ده من حماتي، وهي اللي كانت علّمتني بصراحة، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب، ادعوا لها بالرحمة يا جماعة. فشكّليه وجرّبيه كده واعمليه لولادِك كده هيعشقوه، بصراحة ده العشق عندنا. أيوه والله العظيم زي ما باقول لِك. ومش عايزة أقول لكم أبويا الله يرحمه كان ييجي لي كل عيد، كان لازم ده الفريك، "فين الكباب، عملتِ الكباب؟" أقول له: "آه عملته يا حاج." أيوه والله العظيم زي ما باقول لكم كده، كان بييجي عندي يوم العيد ده لازم "فين الكباب بتاعِك؟" عشان الكباب، لإن إحنا كان عندنا في البلد بصراحة ما يعرفوش الكباب الفريك المتحمّر بالبيض بصراحة يعني، هُم كانوا بيعملوه ماشي، بس كانوا بيحطوه في صلصة، ولكن بالطريقة دي بجد، بجد تحفة، تحفة، تحفة. طيب أنا هنا عملت أشكال صوابع زي ما أنتم شايفين كده، ممكن باقول لِك هنا كمان تشكّليه بنفسِك كده، تعمليه كِوَر كده برضه، وممكن تشكّليه تاني تعمليه أقراص، يعني في بلد تانية بتعمله مبطّط كده وبتعمله قراص وبيسموه كبابة غمراوي. كباب غمراوي، لكن أنا باحب أعمله كده صوابع وباحب أعمله إيه، كِوَر بصراحة يعني. فطبعًا أنا أخدته قُلت لكم بقى إن أنا هاخده ورُحت عملته كده وجيت وخلّصت، وطبعًا لقيت الصينية دي المفروض إن أنا هادخّله الفريزر. ليه هتدخّليه الفريزر يا أم أحمد؟ طَب قبل ما أقول لكم هادخّله الفريزر، لو ما حطيتيش اللايك بقى يا حبيبة قلبي بالله عليكم حطّوا اللايك، اللايكات يا جماعة لايكات، 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 خلّونا نقِب بقى على وش الدنيا يا جدعان. بالله عليكم تحطوا اللايكات بقى، تمام. المهم الصينية دي أنا عاملاها طبعًا زي ما قُلت لكم في يوم كفتة الرز، وأنا قايله لكم يوم كفتة الرز إن إحنا عاملاه قبلها بيومين، فطبعًا ما ينفعش أحطه على رف التلاجة عشان ما يبوظش، في بصل وفي خضار ممكن يحمض ويبوظ يا جماعة، فأنا لازم إيه أحطه في الفريزر على ما آجي نطلعه نسويه يوم العيد إن شاء الله الصبح. فطبعًا الصينية كانت كبيرة على الفريزر، فجبت الصينية الصغيرة زي ما أنتم شايفين كده، وبدأت أرصّته عليها وحطيته زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. هابدأ بقى أجيب الstretch wrap بتاعي أو تحطّي الصينية في قلب كيسة، المهم تقفلي عليه عشان الريحة بتاعته ما تقلبش في التلاجة أو الفريزر بتاعِك، وتغلّفيه كويس جدًا كده وتشيليه على طول وتودّيه فين، تودّيه على الفريزر. وطبعًا بقى انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله هنعمله مع بعض بقى وهنحمّره وهناكل بقى أحلى كباب من إيد الست أم أحمد. والله العظيم بجد، بجد جرّبوا الكباب بالطريقة دي، هيعجبكم جدًا، جدًا. طبعًا أنتم عارفين العيد في مصر حاجة تانية يا جدعان، العيد في مصر حاجة تانية. بُصّوا إحنا عندنا عادات وعندنا طقوس ما نستغناش عنها في أي عيد بصراحة يعني، زي الكباب، زي الكفتة، زي الرقاق، زي البشاميل. طبعًا إن شاء الله إحنا مع بعض مكمّلين وهننزل بقى برضه بجميع الوصفات بتاعتنا وبجميع أكلات العيد بتاعنا الحلوة اللي لو بنعملها كل يوم لازم تكون أساسية عندنا في العيد. لازم تكون عندنا أساسية فين؟ في العيد يا جماعة. فطبعًا هانزل لكم بقى، أنا عاملة قبل كده كنت عاملة قُرَص الفريك وعاملة حاجات كتير، هانزّل لكم برضه الفيديوهات بتاعتها أو اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. بس أهم حاجة بالله عليكم وأنتم بتتابعوني قبل ما تتابعوني وتكتبوا لي كومنت حلو حطوا اللايك. والله العظيم اللايك لا بيكهرب ولا بيخسس ولا أي حاجة خالص والله العظيم. يعني ما تبخلوش علينا باللايك بالله عليكم. بالله عليكم يا جدعان، بالله عليكم إحنا في أيام مفترجة يا جدعان. يعني اعملوا حسنات، اعملوا حسنات وحطّوا لايكات، والله مش هتخسّوا أي حاجة. إيه رأيكم بقى في الكباب بتاعنا ده؟ طبعًا إحنا كده خلاص شِلناه وعيناه في الفريزر استنوني بقى إن شاء الله الفيديو الجاي زي ما قُلت لكم كده، مش الفيديو الجاي طبعًا يعني أمّا نيجي نسويه هننزل لكم بالفيديو بتاعه. وده الفيديو بتاعي كان معاكم النهارده، يا رب أكون عند حُسن ظنكم، يا أحلى وأغلى متابعين قناة عيون. ما تنسونيش بقى في اللايكات المحفّزة المشجعة اللي بتخلّيني أستمر معاكم وأعمل معاكم كتير فيديوهات وبتدّيني كده بُصّوا طاقة إيجابية. أي والله العظيم، يعني مش عايزة أقول لكم الكومنتات بتاعتكم الجميلة دي بتدّيني طاقة إيجابية جدًا وبتخلّيني أستمر معاكم. ف
يا رب كده ما تنسونيش بالله عليكم يعني. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.